السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي اللي بيتابعوني على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح معاكم الدرس التاني. درسنا النهاردة بعنوان الخريطة في حياتنا. طبعا اللي لسه متابعنا لأول مرة وما شافش معانا شرح أول درس هسيب لكم برضو اللينك في التعليقات. وأنا مبسوطة جدا جدا من حبايبي اللي يعني ذاكروا أول درس وبدأوا يحلوا التدريبات. انا عايزاكم تمشوا بنفس النظام ده، كل درس انا اخده يتذاكر ونحل التدريبات اللي عليه، علشان انا الحصة اللي بعدها بحل التدريبات دي معاكم. طب يلا نستعد كده ونبدأ درسنا النهاردة اللي هو الدرس التاني، الخريطة في حياتنا. طبعا الخريطة في حياتنا اللي كان متابع معانا كورس تأسيس الخريطة هيلاقيني بقول الحاجات اللي انا كنت قلتها في الكورس اللي هي الخريطة. وطبعا قلت لكم الكورس ده مهم جدا جدا لان شرحت فيه كل الحاجات او كل الخرائط اللي الطالب هيدرسها السنة دي، فهي موجودة عندك في المنهج. طب انا برضه هسيب لكم لينك الكورس ده في التعليقات. طب نبدأ درسنا النهاردة وهي الخريطة. طب احنا عندنا في اول درس لما بدأ لك المنهج مش بدأ على طول بالخريطة، هو بدأ لك بحاجة اسمها مخطط عشان يمهد لك لفكرة الخريطة. هو ممكن يكون يبدأ لك الاول درس بالخريطة على طول، لا، هو بيعرف لك ان المخطط اللي احنا خدناه ده بيوصف لي الاماكن، بيعرفني المكان زي الخريطة بالظبط. بس هو بيجيبها لك بحاجة مبسطة، حاجة بسيطة الاول علشان ما تاخد الخريطة تفهم خلاص يعني ايه رسمة وقدرنا نرسم مخطط، فهنعرف الخريطة بعدها. يبقى احنا اما اجي اقول لك ايه الفرق ما بين المخطط والخريطة، هتقول ان المخطط دي شكل مبسط لفكرة الخريطة. انا بعمل رسمة بسيطة للمكان اللي انا عايز اوصفه. برضو الخريطة نفسها انا برضو برسم رسمة بتوصف لي المكان ده، بتعرفني المكان ده. طب احنا يبقى انا دلوقتي ما اجي اقول لك ايه الفرق ما بين المخطط والخريطة، هتقول لي ان المخطط ده شكل مبسط لفكرة الخريطة. طب يعني ايه يا مس بقى خريطة؟ خريطة خلاص انت عرفت ان المخطط ده انت كنت بترسمه، برضو الخريطة دي عبارة عن رسمة، بس هعرفك بقى رسم ايه وهنرسم ايه بالظبط. الرسمه دي بتكون رسمه مصغره. يعني ايه يا مس مصغره؟ يعني انا لما باجي اقول لك مثلا هات كشكول الرسم ويلا ابدا ارسم معايا، ارسم لي مثلا شجره. الشجره ديت موجوده في الحقيقه، طبعا حجمها كبير ولا صغير؟ طبعا حجمها كبير. لما انا اجي ارسمها على الورق هرسمها بنفس الحجم الموجود في الحقيقه؟ طبعا لا. امال انا هرسمها ايه؟ هرسمها بشكل مصغر، حاجه صغيره بس هي نفسها الموجوده في الحقيقه. انا برضو الخريطه كده، اما اجي ارسم الخريطه هرسمها بشكل مصغر، هرسم برضو الرسمه اللي موجوده في الحقيقه بس لما اجي ارسمها على الخريطه هرسمها بشكل مصغر. طب انا هرسم ايه يا مثلا؟ هرسم شجره؟ لا. هو ارسم اي رسمه كده من دماغي خلاص؟ لا. امال انا هرسم ايه؟ الرسمه اللي انا هرسمها دي هتوضح لي سطح الارض. طب احنا عايشين على كوكب اسمه كوكب الارض. لما اجي ارسم خريطه سطح الارض او ارسم الارض كلها، دي بسميها عندنا في الدراسات خريطه العالم. طب انا مش لازم ارسم الارض كلها، انا ممكن ارسم جزء صغير من سطح الارض. طب انا لو رسمت جزء صغير من سطح الارض، هنا انا مش برسم العالم كله، انا برسم الدولة بتاعتي، دولة مصر. طب مش معنى دولة مصر ممكن ارسم اي دولة تانية؟ لا طبعا انت ممكن ترسم اي دولة تانية، بس احنا عندنا عشان احنا عايشين في الدولة بتاعتنا اللي هي دولة مصر، فانا هرسم خريطة مصر. طب يبقى احنا عرفنا ان الخريطة دي عبارة عن ايه، عايزاك تفهم عبارة عن رسم. مصغرة ولا مكبرة؟ مصغرة. طب الرسمة دي بتوضح ايه؟ بتوضح لي سطح الارض، ممكن سطح الارض كله او ممكن ارسم جزء صغير من سطح الارض. لو انا رسمت الارض كلها دي اسمها خريطة العالم، لو انا رسمت جزء صغير من سطح الارض يبقى انا برسم خريطة مصر. طب بعد ما بخلص الرسمة بعمل ايه؟ بستخدم في الرسمة دي رموز والوان ومقياس رسم. يبقى بعد ما بخلص رسمتي بعمل ايه فيها؟ بستخدم 3 حاجات: رموز والوان ومقياس رسم. طب لو انا بدأت بالالوان، طبعا انت عارف اي رسمة لما برسمها ايه اللي بيحصل؟ بلونها بعدها، انا برضو بلون الخريطة. طب يعني ايه رموز؟ رموز يعني انا ممكن احط على الخريطة رمز كده يعبر عن المكان ده. مثلا المكان هنا في مستشفى، بدل ما انا ارسم مستشفى ممكن اعمل هلال، الهلال دي يعرفني ان المكان ده في مستشفى، دي اسمها رموز. الرمز ده ممكن يكون اي حاجة: مربع، مثلث، مستطيل، دايرة، اي رمز انت بتحطه في المكان اللي انت عايز توضحه. طب في حاجة اسمها مقياس رسم. مقياس رسم يعني ايه مقياس رسم يا مس؟ مقياس رسم اللي انا قلت عليه في الاول، انا لما برسم الخريطة
الخريطة برسمها بشكل مصغر ولا مكبر؟ طبعا برسمها بشكل مصغر. يبقى مقياس الرسم دي هدفه ايه؟ بيرسم لك نفس الحاجة اللي موجودة في الحقيقة على الخريطة بس بشكل مصغر، يعني بيحول لك الاشياء اللي هي كبيرة الى حاجة صغيرة، دي اسمه مقياس الرسم. يبقى عايزاك بقى تقولي تاني تعريف الخريطة. الخريطة هي ايه؟ الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الارض. طب الرسمة دي صغيرة ولا مكبرة؟ مصغرة. يبقى هي رسم مصغر يوضح سطح الأرض أو جزء منه باستخدام ايه؟ 3 حاجات: رموز وألوان ومقياس الرسم. عايزاك يلا قولها تاني معايا. ما المقصود بالخريطة؟ هي رسم مصغر يوضح لي ايه؟ سطح الارض او جزء منه باستخدام ايه؟ 3 حاجات: رموز والوان ومقياس رسم. طب في حاجة عندنا بعد الخريطة اسمها عناصر الخريطة. يعني ايه يا مس عناصر الخريطة؟ يعني انت عندك حاجات موجودة على الخريطة لازم بتبقى موجودة على كل خريطة عشان اقدر الخريطة دي افهمها، اشوف هي بتوضح لي ايه بالظبط. طب العناصر دي عندنا كم عنصر يا مثل الخريطة؟ عندنا 4 عناصر. يبقى ما اجي اقول لك عناصر الخريطة كم عنصر؟ 4 عناصر. ايه هما؟ اول حاجة عنوان الخريطة، لازم الخريطة يكون لها عنوان. تاني حاجة وردة البوصلة. تالت حاجة مفتاح الخريطة. 4 مقياس الرسم. يلا قولهم تاني معايا. عناصر الخريطة 4: 1 عنوان الخريطة، 2 وردة البوصلة، 3 مفتاح الخريطة، 4 مقياس الرسم. طب انت لازم تعرف مكانهم على الخريطة ايه. نبدأ اول حاجة كده على الخريطة اللي هي موجودة قدامك. الخريطة اللي موجودة قدامك دي انا موضحها ليك عليها بالارقام، كاتبالك كل عنصر والرقم بتاعه. هتلاقي رقم 1 على الخريطة دي اسمها وردة البوصلة. هعرف ازاي امس ان دي وردة البوصلة؟ اعرفها من خلال اللي هي تلاقيها زي علامة زائد كده، اللي هي زي شبه الوردة كده، وبتبقى موجودة فوق اللي احنا واخدينها قبل كده. البوصلة اللي بتعرفني الاتجاهات اللي هي الأصلية والفرعية بتلاقيها موجودة أعلى الخريطة، وتبقى عبارة عن الوردة كده علامة زائد كده، دي بقول عليها وردة البوصلة. طب بص على الخريطة كده على رقم 2. رقم 2 هتلاقي دي اسمها مقياس الرسم. هعرف ازاي ان دي عنصر مقياس الرسم على الخريطة؟ من خلال هتلاقيه بيبقى عبارة عن خط كده زي المسطرة. كلمة مقياس جاية من كلمة قياس، بيبقى عبارة عن مسطرة وعليها أرقام، خط كده بتلاقيه مرسوم عندك على الخريطة تحت وعليه أرقام. هعرف على طول إن دي مقياس الرسم. طب رقم 3 مكتوب عندك دي إيه العنصر ده؟ ده اسمه عنوان الخريطة. طب أنا عرفت يا مس عنوان الخريطة إزاي؟ هتلاقي مكتوب عندك جمهورية مصر العربية. عنوان الخريطة اللي هو اسم الخريطة. الخريطة دي اسمها إيه؟ موضوعها إيه؟ الخريطة دي بتتكلم عن إيه؟ يبقى ما أجي أقول لك خريطة جمهورية مصر العربية، إيه ده؟ العنصر ده اسمه عنوان الخريطة. طب رقم 4 على الخريطة ده عنصر مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة بيبقى عبارة عن مربع موجود في الخريطة، وبيبقى جواه الرموز والألوان. فاكرين ما كنت بقول الخريطة استخدم فيها حاجة اسمها رموز وألوان؟ الرموز وألوان دي بتبقى موجودة فين على الخريطة؟ بتبقى موجودة في مكان كده خاص بيها. المكان ده بيبقى عبارة عن مربع وبيبقى جواه الرموز والألوان. المربع اللي بتلاقي فيه رموز وألوان زي ما انتوا شايفينه ده اسمه مفتاح الخريطة. يبقى ما اجي اقول لك مفتاح الخريطة عبارة عن ايه؟ رموز وألوان. هقولهم تاني يلا، وعايزاك تقول معايا عناصر الخريطة. قلنا عناصر الخريطة كم عنصر؟ 4 عناصر عشان هنشرح كل عنصر دلوقتي. ايه هما ال4 عناصر؟ عندنا وردة البوصلة، عندنا عنوان الخريطة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة. مش لازم تقولهم بالترتيب، بس ابدأ يعني البداية علشان ما تنساش. ابدأ بالعنوان. الخريطة لازم يكون لها عنوان. 1 عنوان الخريطة، تاني حاجة وردة البوصلة، تالت حاجة مفتاح الخريطة، 4 مقياس الرسم. طب بنعرف مكانهم على الخريطة ازاي؟ زي ما انا موضحها لكم دلوقتي. بص كده على الخريطة، هتلاقي رقم 1 على الخريطة فوق دي اسمها وردة البوصلة، بتبقى زي علامة زائد كده، وهتلاقي مكتوب عليها حرف شين، يعني معناها دي اتجاه الشمال، بتوضح لك الاتجاهات. طب بص على رقم 2، هتلاقي عبارة عن خط او زي مسطرة كده متظللة وعليها ارقام، دي اسمها مقياس الرسم. طب رقم 3 دي اسمها ايه؟ خريطة جمهورية مصر العربية، دي عنوان الخريطة. يعني ايه عنوانها؟ يعني اسم الخريطة ايه؟ الخريطة دي بتتكلم عن ايه؟ ما انا ممكن كنت اكتب لك تحتها مثلا، اجيب لك خريطة تانية واكتب تحتها كده خريطة العالم، وخريطة العالم دي هي دي موضوع الخريطة، يعني عنوان الخريطة. يعني الخريطة دي عنوانها ايه؟
ايه او موضوعها ايه او بتتكلم عن ايه. اخر عنصر اللي هو 4 دي مفتاح الخريطة، اللي احنا بنقول عبارة عن مربع في الجنب كده، في جنب الخريطة بيبقى جواه رموز والوان، اسمه مفتاح الخريطة. يلا عايزة حد يقول لي تاني ايه هي عناصر الخريطة؟ عندنا كم عنصر؟ عندنا 4 عناصر. ايه هم الاربعة؟ سمع حد بيقول له برافو عليك. اول حاجة عنوان الخريطة، 2 وردة البوصلة، 3 مفتاح الخريطة، 4 مقياس الرسم. طب يعني ايه خريطة؟ هي رسم مصغر بيوضح لي ايه؟ سطح الارض او جزء منه، بستخدم فيه ايه؟ رموز والوان ومقياس رسم محدد. دي بالنسبة لتعريف الخريطة وعناصر الخريطة. يبقى انا كاتبه لك اهو في الصفحة بقى اللي بعدها فوق خالص اهو مكتوب لك عناصر الخريطة. كم عنصر؟ 4. 1 عنوان الخريطة، 2 مفتاح الخريطة، 3 مقياس الرسم، 4 وردة البوصلة. دي أهم جزء عندي النهاردة، الخريطة وعناصرها. طب هو بعد كده بيبدأ يوضح لك كل عنصر أهميته إيه. زي مثلا أول حاجة اللي هي عنوان الخريطة، لازم يكون لها عنوان. زي ما أنت كده ليك عنوان، ما أقول لك عنوانك فين، برضو الخريطة لها عنوان. عنوان اللي هو موضوع الخريطة. يبقى ما أجي أقول لك إيه أهمية عنوان الخريطة، هتقول لي يا مس عنوان الخريطة دي بتوضح لي موضوع الخريطة. يعني ايه موضوع الخريطة؟ يعني الخريطة دي بتتكلم عن ايه، بتوضح لي ايه، اللي هي اسم الخريطة. ما انا ممكن اجيب لك خريطة فاضية ومكتوبش اسمها تحتها، انت هتعرف ان الخريطة دي خريطة ايه؟ لا مش هتعرف. هتعرفها منين؟ لو انا كتبت لك تحتها خريطة جمهورية مصر العربية، يبقى انا كده عرفت عنوان الخريطة. طب رقم 2 أهمية وردة البوصلة اللي أنا أخدتها الحصة اللي فاتت، اللي هي البوصلة. قلنا البوصلة دي بتوضح لي الأماكن، بتعرفني المكان. طب المكان بس؟ لا، ده الاتجاهات على الخريطة، سواء كانت اتجاهات أصلية أو اتجاهات فرعية. طب رقم 3 اللي هي مقياس الرسم. انا لسه قايله لك دلوقتي مقياس الرسم دي بيصغر ليا المسافات او المساحات. لو عندك مساحه كبيره بيخليها لك صغيره، يعني هو بيقيس لك المسافه، اسمه مقياس رسم. يعني جاي من كلمه قياس، يعني انا بقيس المسافه في الحقيقه وفي الخريطة. مش بشوف المسافة في الحقيقة بس، لا، ده أنا بيشير إلى النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. بيشوف لك الخريطة ديت المسافة عليها قد إيه، وفي الطبيعة هي قد إيه. طبعا في الطبيعة المسافة بتكون أكبر من الخريطة، عشان كده لما باجي أرسمها على الخريطة برسمها بشكل مصغر. يبقى إيه أهمية مقياس الرسم؟ بيشير إلى النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. فهو جايب لك كده مسألة كده بتوضح لك مقياس الرسم، سهلة جدا وبسيطة، وهي مش بتجيلك في الامتحان بالطريقة دي، بس بيفهمك من خلال المسألة دي ان انت بتعرف مين المسافة على الخريطة اكبر ولا في الطبيعة. انا لو قلت لك مصر في الحقيقة اكبر، طبعا الخريطة بتكون اصغر. جايب لك مثلا بيقول لك كيف نحسب المسافة ما بين مدينتين. انت مثلا على الخريطة عندك مدينة القاهرة ومدينة الاسكندرية، وعايز مثلا تعرف المسافة بتاعتهم كام. هو جايب لك هنا مدينتين تانيين، مدينة القاهرة وسوهاج، بتبلغ 5 سنتيمتر على الخريطة. يعني هنا جينا نقيس المسافة ما بين القاهرة وسوهاج لأنها كام؟ لأنها 5 سنتيمتر. طب هو عايز يعرف المسافة في الحقيقة كام؟ إذا كان مقياس الرسم 1 سنتيمتر، الواحد سنتيمتر ده بيساوي قد إيه في الطبيعة؟ بيساوي 100 كيلو متر في الطبيعة. يعني إحنا ما بنيجي نقيس الخريطة بنقيسها بالسنتيمتر لأنها صغيرة، في الحقيقة بقيسها بالكيلو متر. هو جايب لك المسافة على الخريطة وعايزها فين؟ وعايزها في الحقيقة. هو على الخريطة كام؟ 5 سنتيمتر. طب أنا عايزة أعرف في الحقيقة كام. أول حاجة بتقول إن الخريطة الواحد سنتيمتر ده بيساوي 100 كيلو متر في الطبيعة. فإحنا نبدأ نحدد المسافة إزاي؟ هنضرب ال5 سنتيمتر في 100 كيلو متر، هيطلع الناتج كام؟ 500 كيلو متر. يبقى انت عرفت ان المسافة في الحقيقة كام؟ 500 كيلو متر. طب في الخريطة 5 سنتيمتر. يبقى انت عرفت اللي انا عايزه اوضحه لك، ان في الحقيقه في الطبيعه بتتقاس بالكيلو متر، على الخريطه بتتقاس بالسنتيمتر. هو جاب لك 5 سنتيمتر في الخريطه، يبقى في الحقيقه كام؟ طبعا الحقيقه بتكون اكبر، ساعتها هضرب ال5 سنتيمتر في 100 هيطلع لك كام؟ 500 كيلو متر. طب انا هقول لك حاجه حلوه قوي. طب لو هو قال لك المسافه في الحقيقه ما بين القاهره وسوهاج 500 كيلو متر، طب انا عايزه على الخريطه هعمل ايه؟
ساعتها هنا هنضرب؟ لا، ده الخريطة بتكون مساحتها أو مسافتها أصغر. ساعتها هنا هقسم على 100، هجيب 500 وأقسمهم على 100، فالناتج هيكون 5 سنتيمتر. يبقى اللي أنا عايزة أوضحه لك، ودي شيء مهم جدا إن أنت تكون حاطط كده وعارف إن المسافة في الحقيقة بتكون أكبر من على الخريطة. في الحقيقة بتتقاس بالكيلومتر، وعلى الخريطة بتتقاس بالسنتيمتر. لو أنا قلت لك مثلا المسافة على الخريطة 4 سنتيمتر، يبقى في الحقيقة كام؟ طبعا الحقيقة بتكون أكبر، هتضرب ال4 في المية يبقى 400 كيلومتر. طب لو أنا عكست لك وقلت لك المسافة في الحقيقة 400 كيلومتر، أنا عايزها على الخريطة، الخريطة بتكون أصغر، ساعتها هنا هنقسم ال400 على 100 فهتطلع 4 سنتيمتر. ساعتها هنا مش هنقول كيلومتر لأن الخريطة بتكون أصغر، هتكون 4 سنتيمتر. دي اسمه مقياس الرسم. يبقى مقياس الرسم بيوضح لك المسافة على الاتنين، سواء كانت في الحقيقة وسواء كانت على الخريطة. في الحقيقة بتكون أكبر من على الخريطة، الحقيقة بتتقاس بالكيلومتر اللي هي الطبيعة، أما على الخريطة بتتقاس بالسنتيمتر، وبيبقى عبارة عن زي خط كده أو مسطرة بيقيس لي المسافة. دي اسمه مقياس الرسم. آخر عنصر من عناصر الخريطة اللي هي مفتاح الخريطة. يعني ايه يا مس مفتاح الخريطة؟ اللي انا وضحتها لكم على الخريطة نفسها. قلت لك في مربع كده بيبقى موجود في الخريطة من تحت، المربع ده بيبقى عبارة عن رموز والوان. قلت لي يعني ايه رموز؟ قلت لك يعني بدل ما انا ارسم مثلا هنا في المكان ده بيت او المكان ده مدرسة او المكان ده مستشفى، بدل ما انا ارسم ده على الخريطة، لا انا ممكن احط مكانها رمز. الرمز ده بيعبر على المكان ده. زي ما قلت لك انا ممكن اعمل هلال، الهلال ده معناه ان هنا في مستشفى، فانت فهمت على طول من خلال الرمز ده ان المكان ده في مستشفى. طب الرموز دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في المربع ده اللي هو مفتاح الخريطة. طب الالوان؟ ايوه الالوان. طبعا انت عندك مجموعة من الالوان بنلون بها الخريطة، في 3 الوان اساسيين بلون بهم الخريطة، اللي هم الازرق والاخضر والاصفر. الازرق والاخضر والاصفر. وطبعا في الوان تانية هندرسها وهقول لك كل لون. انا مش بلون الخريطة باي لون وخلاص من دماغي كده، لا، لازم الالوان تكون حقيقية. زي مثلا الشجرة لونها اخضر، في الحقيقة لما باجي ارسمها برسمها باللون الاخضر. برضو هنا الخريطة الالوان اللي في الحقيقية موجودة في الحقيقة برضو بلون بها الخريطة بنفس الالوان. يبقى مفتاح الخريطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الوان ورموز موجودة في الخريطة. طب احنا عندنا الالوان المستخدمة في الخريطة بتكون متدرجة. يعني مثلا ساعات تلاقي فيه لون اخضر، ممكن تلاقي الاخضر ده ممكن تلاقيه فاتح ولون اخضر غامق. ساعات ممكن تلاقي فيه لون بني على الخريطة، ساعات مرة تلاقيه لون بني غامق ولون بني فاتح. هي تفرق يا مس؟ ايوه طبعا هتفرق، وهنوضحها لكم بعد كده ان الالوان برضو بتختلف. اللون الاخضر الفاتح مش زي الاخضر الغامق، اللون البني الغامق مش زي اللون البني الفاتح. كل لون ليه مدلول. يعني ايه مدلول؟ يعني بيدل على حاجة، ما ينفعش اللون كده لونه اي حاجة وخلاص، لا. زي في عندك الوان اهي، جايب لك 3 الوان موجودة عندك، زي اللون البني واللون الاخضر واللون الازرق. لو لقيت على الخريطة لون بني ويبقى موجود في مفتاح الخريطة، زي ما انتوا شايفين الخريطة كده، الالوان دي موجودة في المفتاح ده. اللون البني معناه ايه على الخريطة؟ معناه جبال وهضاب، وخاصة كمان البني الغامق. اللون البني الغامق بيبقى معناه على الخريطة ان هنا في اراضي مرتفعة، ان المكان ده فيه جبال وهضاب. طب اللون الاخضر، في برضو عندك اخضر فاتح واخضر غامق. الاخضر الفاتح على الخريطة دي معناها ان هنا في اراضي بس مش مرتفعة قوي، اقل ارتفاعا، زي السهول. السهول ده بتبقى اراضي مستوية، بتبقى ايه؟ بتبقى مش مرتفعة، دي بتبقى واخدة على الخريطة باللون الاخضر. طب عندك كمان اللون الازرق. اللون الازرق ان هنا فيه مسطحات مائيه. يعني ايه مسطحات مائيه؟ يعني اماكن فيها ميه. المسطحات المائيه دي مش لازم تكون بحر بس، ممكن تكون بحر، ممكن تكون نهر، ممكن تكون بحيره، اي حاجه ميه بسميها مسطحات مائيه، دي بتاخد لون ازرق. يبقى انت عندك 3 حاجات: لون بني دي معناها ان في اراضي مرتفعه، هنا جبال وهضاب. عندك لون اخضر دي معناها ان الاراضي بس مش مرتفعه قوي، اقل ارتفاعا، زي حاجه اسمها سهول، دي اراضي مستويه. عندك اللون الازرق ان هنا في مسطحات مائيه زي البحار والبحيرات. طب بص على الخريطه الموجوده عندك قدامك، وجايب لك كده في حاجات هنحلها مع بعض.
بيقول لك عاصمة، كاتب لك بعض الأرقام واحد. إيه هي عاصمة مصر؟ إيه ما أجي أقول لك ما عاصمة دولة مصر؟ كلنا عارفينها اللي هي مدينة القاهرة. طب إيه المدينة اللي بتقع في جنوب مصر؟ في مدينة بتقع تحت كده خالص في جنوب مصر، اللي بيبدأ منها نهر النيل عندنا في مصر، اللي هي مدينة أسوان. يبقى المدينة اللي موجودة في جنوب مصر مدينة أسوان. طب إيه المدينة اللي بتقع على ساحل البحر الأحمر؟ هي مدينة إيه؟ لو بصيت على الخريطة معاك هتلاحظ كده، الخريطة هتلاقي موجود عندك المدينة اسمها مدينة الغردقة. دي مدينة موجودة ناحية ساحل البحر الأحمر. طب هضبة التيه، في هضبة كده على الخريطة، الهضبة دي بتاخذ اللون ايه؟ انت اللي هتقول. اللون البني. ليه مثل اللون البني؟ لأن لسه قايله لك دلوقتي اللون البني دي معناه ايه؟ معناه جبال وهضاب. دي بالنسبة للجزئية دي، ده جزء كده يعني تطبيق على الكلام اللي أنا قلته. يبقى احنا آخر حاجة مفتاح الخريطة. ايه مفتاح الخريطة؟ مفتاح الخريطة ده بيبقى جواه ايه؟ جواه رموز وألوان. طب كل لون له مدلول؟ أيوة، كل لون له مدلول. يعني ايه مس مدلول؟ يعني اللون ده بيدل على ايه؟ اللون البني معناه ايه على الخريطة؟ ان هنا في أراضي أكثر ارتفاعا زي الجبال والهضاب. أي هضبة أو أي تل بتبقى لونها باللون البني. طب اللون الأخضر ان هنا دي أراضي أقل ارتفاعا زي السهول. طب اللون الازرق ان هنا في مسطحات مائيه، سواء كان البحر الاحمر او البحر المتوسط او نهر النيل او موجود هنا بحيره، كل دول بيلونوا باللون الازرق. دي اسمها مفتاح الخريطه. يبقى انا كده شرحت كل عناصر الخريطه بالتفصيل. عندنا كم عنصر؟ 4 عناصر. عنوان الخريطة، وردة البوصلة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة. عنوان الخريطة، وردة البوصلة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة. وعرفنا كل عنصر أهميته إيه على الخريطة. علشان كده ما ينفعش يكون خريطة عندي ومش موجود عليها العناصر دي. العناصر دي مهمة إنها بتفهمني الخريطة بتوضح إيه. طب إحنا كده خلصنا الجزء ده. تعالوا بقى معايا يا مس، احنا بنتكلم من ساعتها عن الخريطة وعناصر الخريطة. طب انا عايز اعرف الخريطة دي اهميتها ايه في حياتنا اليومية؟ انا بستفيد من الخريطة دي في ايه؟ فاكر لما كنت بقولك المخطط اهميته ايه في اول درس؟ كنت بتقولي المخطط ده بيوصف ليا المكان ده. برضه الخريطة بتوضح لي الأماكن. يبقى فايدة الخريطة لها أهمية كبيرة جدا، إنها بتعرفني الأماكن من حولنا. يعني أنا مثلا عايزة أعرف المكان ده بستخدم خريطة. طب في ناس كتيرة جدا بتستخدم الخريطة دي. ايه هم الاشخاص اللي بيستخدموا الخريطة وبتساعدهم في حياتهم؟ عندك اشخاص كتير. اول واحد السائح. السائح لما بيجي يزور عندنا مصر كده لازم يكون معاه خريطة عشان تعرف له الاماكن السياحية والاثرية. دي اول واحد بيستخدم الخريطة. طب ايه كمان؟ المزارع اللي هو الفلاح اللي هو بيزرع الارض لازم يكون معاه خريطة عشان تحدد له موقع الاراضي الزراعية، مكان الارض بتاعته فين، اللي المفروض دي مكاني، دي ارض اللي انا ازرع فيها، ما ينفعش ازرع في مكان او في مكان ارض تاني حد تاني. طب يبقى دي بالنسبة للمزارع، بتساعده في تحديد الاراضي او موقع الاراضي الزراعية. عندك كمان الجندي. الجندي لازم يكون معاه خريطة عشان يعرف له المواقع العسكرية، الموقع اللي هو هيكون فيه اللي هيحارب فيه. ده برضو بالنسبة للجندي، تحديد المواقع العسكرية. طب قائد الطائرة وقائد السفينة اللي هو بقول عليه قبطان السفينة. قائد الطائرة وقبطان السفينة لازم يكون معاهم خريطة عشان بتحدد لهم مسار الرحلات، الرحلة بتاعتهم يمشوا فين، الاتجاه اللي مفروض يمشوا فيه. طب معلمة الدراسات الاجتماعية زي أنا كده لازم يكون معايا خريطة. من ساعتها أهو ما ينفعش أدي مادة دراسات اجتماعية وأنا مش معايا خريطة. ليه؟ لأنها بتساعدني في الشرح. طب أنت كطالب، أنت كتلميذ لازم يكون معاك الخريطة برضو عشان تعرف تذاكر منها. يبقى بتساعدك فين؟ بتساعدك في المذاكرة. طب المهندس لازم يكون معاه برضو خريطة. ليه يكون معاه خريطة؟ عشان يقدر يخطط، ينشئ المباني والطرق. ايه المكان اللي هو هيعمله، اللي هيخطط ليه، اللي هيبنيه، لازم يكون معاه كمان خريطة للطريق. دي كلها دي الاشخاص اللي بيستخدموا الخريطة. يبقى الاشخاص اللي بيستخدموا الخريطة نقولهم تاني يلا مع بعض. السائح بتساعده في الوصول الى الاماكن السياحية والاثرية. عايزاك تقول معايا، كل ما بتقول معايا كل ما هتحفظ. المزارع بتستخدم في تحديد موقع الأراضي الزراعية. الجندي في تحديد المواقع العسكرية. قائد الطائرة وقبطان السفينة في تحديد مسار الرحلات. معلمة الدراسات الاجتماعية في الشرح. التلميذ في المذاكرة. المهندس في التخطيط لإنشاء المباني والطرق. دي بالنسبة لأهمية الخريطة في حياتنا.
دي درسنا النهارده، درس سهل جدا وبسيط. يلا بسرعه هقول كده ملخص للي احنا اخدناه النهارده. اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا النهارده الفرق ما بين المخطط والخريطه. المخطط ده عباره عن ايه؟ دي فكره مبسطه لفكره الخريطه. طب يعني ايه خريطه؟ يلا عايزك تقول معايا. هي رسم مصغر بيوضح سطح الارض او جزء منه باستخدام الرموز والالوان ومقياس الرسم. عندنا كم عنصر للخريطه؟ 4 عناصر. ايه هما ال4 عناصر؟ مفتاح الخريطه، عنوان الخريطه، وردة البوصله، مقياس الرسم. عرفنا في الاخر الدرس اهميه الخريطه في حياتنا اليومي. بكده درسنا خلص. استنوني الحصه الجايه ان شاء الله في حل تدريبات الدرس، وعايزاكم تذاكروا الدرس ده كويس قوي عشان ما اجي احل التدريبات تكونوا مستعدين معايا. شكرا على متابعتكم لينا، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.